من في برنامج الشوط الخامس إلى غاية الساعة 9 مساء كنتابعوا الأنشطة الرياضية وكذلك كل ملفات الرياضية. إذا كما ذكرنا في بداية هذه الحصة اليوم على راديو بلس غادي نفتحوا الملف ديال فريق شباب هوارة. هذا الفريق المنتمي إلى إقليم تارودانت من أحد الأندية العريقة. شاءت الأقدار والظروف أنه يلعب في النخبة الوطنية ثم ينزل إلى المجموعة الوطنية ديال الهواة، وشاءت الأقدار كذلك أن يكون ضمن فرق قسم الهواة الأول. أكيد أنه كاين مجموعة ديال العوامل، مجموعة ديال المشاكل، مجموعة ديال الأمور، وهذه فرصة اليوم برنامج الشوط الخامس مستمعينا الكرام باش أننا نطرحوها ونقدموها للرأي العام خصوصا لجمهور فريق شباب هوارة. إذا للحديث على هذا الموضوع معنا مشكورا على التواصل دائما مع غادي بلوس سي حميد البيجا اللي هو رئيس الفريق فريق شباب هوارة، وهذه فرصة باش كنشكروه كذلك على التواصل رغم هذه الظروف ورغم ما يعانيه الفريق. سي حميد البيجا مرحبا بك معنا على راديو بلوس. مساء الخير، وكنبغيو نشكروا الإذاعة راديو بلوس على التغطية الإعلامية ديالها على الصعيد الوطني وجميع المتتبعين ديالها. شكرا لك سي حميد البيجا. إذن في البداية بطبيعة الحال ما غاديش نقول مفاجأة أكثر ما أن المتتبع ديال فريق شباب هوارة شاف بأن هذا الموسم يعني كانوا فيه مجموعة ديال الأمور خلات الفريق أنه يتواجد في أسفل الترتيب. حاول الفريق ديال شباب هوارة أنه يعني يصارع الوقت ويصارع كذلك الزمن من أجل أنه يبقى في هذه المجموعة ديال الهواة، لكن كلها هناك عوامل وظروف. سي حميد البيجا، عقدتم ندوة صحفية مؤخرا بمدينة ولاية تيمة بإقليم تارودانت تحدثتم فيها عن مجموعة ديال الأمور. إذا كان ممكن تقربنا من هذه الندوة الصحفية وهذه فرصة باش نوضحوا هذه المشاكل اللي كيعاني منها فريق شباب هوارة. تفضل سي حميد. غير كنبغي نشكرك على السؤال. غير بالنسبة لنا حنا ديما كنبغوا نتواصلوا مع الإخوان ديالنا اللي الإعلاميين، ودرنا هذيك الندوة الصحفية كذلك باش نوضحوا الرأي العام شنو كيروج ما بين المقابلة ديال مكناس وكذلك الحزب ديال الحافلة ديال نادي شباب هوارة. بالنسبة للمقابلة ديال مكناس يمكن كان تأجيل ديال المقابلة ديالها ثلاثة الخطرات. كانت الخطرة الأولى لأن كنعرفوا هذا الوباء الله يفكنا ويفك جميع المسلمين منه. آمين. العالم بإثره وقف، ماشي غير نقولوا نعم. رياضة ولا مسائل اللي هي لوجيستيك. على أي حال كانت المقابلة الأولى اللي كانت غتجرى في مارس ديال وزير الداخلية، يعني كان القرار ديال حالة الطوارئ ديال حالة الطوارئ. فعلا وجات مذكرة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش توقفات البطولة ككل بجميع الفئات ديالها وجميع لا في البريمير ديفيزيون ولا الدوزيام ولا الهواة ولا العصاب ولا كل شيء توقف. نعم. جات المقابلة الثانية كنا غنجريوها هنا في مدينة ولاية تيمة. جينا دخلنا الملعب حنا والنادي المكناسي، كانوا الحكام وكانت الظروف كلها متوفرة بالنسبة للبروتوكول ديال البروتوكول المعمول به. البروتوكول المعمول نعم. به بطبيعة الحال. نعم. كانت فجأة كتجي عمر بداو الدراري كيسخنوا الى اخره كيديروا لي شوف مونديال باش تبدا المقابلات. دخلت السلطه كيقلبوا على التحاليل ديال كوفيد. كانت مذكره ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كيقول لك باش تكون تحليله 48 ساعه قبل المقابله. نعم. هنا مكناس عندها 75 ساعه بالنسبه للتحليله ديالها. بالنسبه للشباب هوارة ما كانتش دايره التحليلات، ما درناهمش. هنا نعطيك نحل واحد القوس درنا لان في الجامعه راسلاتنا كتقول لك بان كاين واحد البروتوكول اللي داروا رئيس الجامعه سي فوزي القجاع مع وزير الصحه باش نديروا مراسلات للمناجم ديال الصحه وهما غيسهلوا لنا الاموريه باش نديروا هذه التحليله. هذه من جهه درنا مراسله الاولى المندوب ديال وزاره الصحه ما استجاب شيء لينا. عاودنا درنا تذكير نفس الشكل. المقابله كانت خريبه. درنا مراسله للهواة كنراسلوهم باش نخبروهم بان لحد الساعه راه التحليله ما درناهاش وهالمراسلات اللي درنا باش يحاولوا يدخلوا حتى هما من جهتهم على ديك الاتفاقيه اللي دارت بين الجامعه ووزاره الصحه. لان كنعرفوا الاقليم ديال اقليم تارودان تقريبا 89 جامعه، حتى الناس اللي كاين فيه لا بالنسبه للمندوب ولا بالنسبه للطب ولا هذا الله يحسن العوان. لان فاش كتكون عندك 89 جامعه راه واحد العدد ديال
يمكن كاين ضغط، يمكن هادو حوايج اللي ما غندخلش انا فيهم. نعم. على اي حال انا راسلت الجهه اللي مسؤوله عليا اللي هي الهواد بان ما درتش تحليلات، وهالمراسلات اللي درنا باش حتى النادي المكناسي لا باقي ما جاش ولا هذا ما يديبلاصاش. نعم. عاودت تاجلت هذيك المقابله المره الثالثه، كانت غتجرى نهار 30 في الشهر في ولاد تايمه 16 نوفمبر، نهار الجمعه، لان كيفاش كنبغوا نستعدوا للمقابله كنديروا اخبار السلطه، كذلك الناس ديال الامن، كذلك اللومبيلونس والترخيص ديال الملعب. هاد الاجراءات كلشي درناهم. نهار الجمعه كتعيط لينا السلطه كيعطيونا قرار كيقول لك هاد المقابله راه ما غاديش يتلعبوها، لان فاش كنهضروا على القرار راه كاينه واحد اللجنه ديال الطوارئ. نعم. اللي هي كتكون فيها السلطه المحليه برئاسه الباشا في مدينه ولاد تايمه، كيكون الامن الوطني، كتكون الصحه، كتكون الوقايه المدنيه، وكتكون العماله. على اي حال حنا عطاونا قرار بان هذه المقابله ما غاديش تجرى. حنا بحسن النيه ديالنا عيطنا للناس اللي مسؤولين، عيطنا للهوات نهار الجمعه وقلنا لهم قرار السلطه راه قال لك المقابله ما غاديش تجرى. عيط الناس ديال العلاقه اللي بيني مع الناس ديال مكناس، قلت لهم كاين، قال لك لا حنا راه دخلنا لاكادير. فاش قلت لهم راه القرار مقابل باش ما تجيب بلاصاش، قال لك لا حنا راه دخلنا، جينا من نهار الخميس، المقابله كاينه نهار الاحد. قلت لهم صافي هذا هو النهار السبت كنتفاجئوا كتجينا في لي مايل من الهوات باش المقابله غادي تلعب فين جنب الخير في اكادير. نهار الاحد في الوقت ديالها، هذا الشيء نهار السبت ما كايناش 24 ساعه. على اي حال عاودنا راسلنا لهوات في نفس الوقت، قلنا لهم بالنسبه الا احنا اللي كنستقبلوا بالنسبه للترخيص ديال الملعب، بالنسبه للناس الاخبار ديال الامن الوطني، بالنسبه للومبيلونس، قال لك حنا هادشي كلشي مكلفين به. جات مراسله بان هذاك الشيء كلشي متوفر. درنا كذلك اخبار عاوتاني للسلطه، قلنا لهم ودي حيت نعتونا باش نلعبوا في ولاد تايمه، راه العصبه برمجات لينا باش نلعبوا في اكادير، وديت لهم لا ليست ديال اللاعبين كما فين نديروا الا غنديبلاصاو. اللائحه كلها اللي كتنضم 26 فرد ما بين اللاعبين، ستاف تكنيك، الصوانيور الى اخره، الشيفور الى اخره، 26 واحد في اللائحه. وديت لهم لي مايل اللي صيفطات ليا والبروغرام اللي صيفطات ليا العصبه ديال الهوات. كيجاوبوني عاوتاني كيقول لك اودي لا ما خصكش تنقل مدينه اكادير. ما اش غادي ندير حنا كنادي شنو اللي دابا سي حميد، هو من خلال كلامك فهمنا حاجه واحده، وان السلطات المحليه منعت فريق شباب هواره باش انه يمشي لاكادير ويجري المباراه نظرا لتطبيق حاله الطوارئ الصحيه. المجموعه الوطنيه ديال الهوات تقول لكم لا خصكم تلعبوا المباراه. اذا هذا في واحد شويه ديال العشوائيه، ولا نقول عشوائيه بشكل كبير، لان كاين هناك مشكل مطروح خاصو يتلقى ليه حل. يعني ماشي من المفروض ان ترغم بعض الفريق على اجراء مقابله وهو منعه السلطه. اذا وهنا غنقولوا كنخالفوا القوانين. كنعرفوا في هذه حاله الطوارئ كاين جوج الناس، جوج المؤسسات اللي هي وزاره الصحه وكذلك الداخليه. نعم. ويمكن اكبر مثل اللي هي الرجاء العالمي كانت غتمشي لمصر، حبست هذه السلطه ديالنا اللي هي الصحه وكذلك الداخليه. هذه لا كاف، ما بالك حنا فريق ديال الهوات. انا ودابا الغريب في الامر كاين واحد البند اللي هو صعيب في ذاك القرار ديال السلطه. نعم. ينشر قرار المنع ويبلغ الى نادي شباب هواره لكره القدم خاصه تنفيذ محتواه تحت طائله المتابعه القانونيه في حاله الاخلال بمضمونه. نعم. اذا الامور واضحه سي حميد. انا اللي استغربت ليه هو الناس ديال اللجنه ديال الاستئناف كتقول لك اسيدي حيت منعتك السلطه باش تنقل جماعه تنقلوا فراداء. واش هذا فريق؟ كاين حكم. هادو راه علماء، هادو دابا سي حميد، هادو راه علماء ملي تيقول لكم خصكم تمشيو فراداء، تمشيو فراداء للملعب. اذا راه باش يحكموا علينا. كاين لا غير بيني مع اللي خلقني، وهذه حاله الطوارئ الا مشيت وجبت شي فيروس للبلاد. اذا دابا انا بقيت لك غير في هذاك البون الثاني اشنو قالت لنا السلطه. نعم. وهذه السلطه الا ما احترمناهاش اذا غتولي العشوائيه على الصعيد الوطني، وهذه دوله الحق والقانون. جيد. اذا سي حميد البيجا، بطبيعه الحال هذا المشكل هذا اثر على تنقيط ديال الفريق ديال شباب هواره. من طبيعه الحال لان خصموا لينا نقطه وضافوا 3 النقاط النادي المكناسي. احنا حاليا دابا اعطينا الملف للسي فوزي قجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم
باش يعاود ينظر في هذاك القرار ديال التحكيم. درنا ليه طلب رفع الظلم لان احنا ظلمنا، لان هذا يكون كاع لينا فريد نقلنا فراداء او مجموعات والسلطه ساقت لنا الخبر تحبسك اسيدي ما تدخلش مع ولاد تيما، كيقول لك انا منعتك باش ما تنقلش، ما تدخلش عندي الاولاد تيما، اش غادي ندير؟ سي حميد 26 ماشي شخص ولا جوج. نعم سي حميد، مقبول ان الفريق ينزل بالكره ولا ما لعبش الموسم او لا عنده مشاكل داخليه مقبوله، ولكن اللي غير مقبول وانه ينزل بهذه الطريقه. من طبيعه الحال الا خسرنا بكره، وهذا البارح خسرت مع تماره بجوج لواحد وهنيتهم ومشيت عند الحكام وهنيتهم، قلت لهم تبارك الله عليكم درتوا مقابله من ذاك الشهر الرفيع. ذاك النهار خسرت مع استاد ماروكان، مشيت عند الحكام وهنيتهم كذلك وهنيت الفريق الخصم ديالي، قلت لهم سيدي تبارك الله عندكم فرقه، وهنيت الحكام على التحكيم ديالهم. اللي كنستغرب الا ما احترمناش هاد القوانين ديال السلطه. دابا غضاني الا منعتني السلطه باش سميتو نسد الملعب ونلعب المقابله ديالي، اذا هاني غنتابع قانونيا. حنا باقي عندنا سميتو في السي فوزي التجاع المكتب المديري ديالو، لان حشومه، لان هذا يكون غير ما كانش القرار ولا ما وفرناش الملعب ولا. انا اش قلت لهم كاع، قلت لهم ودينا غتقلبوا لي على تيران في اكادير ولا في تارودانت، انا عندي جوج الملاعب في ولاد تيمه، كاين 16 نوفمبر وكاين ملعب الحسن الثاني، انا ما عنديش مشكل ديال الملعب باش يغيروا لي الملعب، شوفوا لي مع السلطه باش نلعب المقابلات ديالي. وانا الا ما غنلعبش مع مكناس انا هو حسن النيه كان عندنا، لان فاش كنا غنستقبلوا مكناس دخلنا وجات حبستنا السلطه. انا حسن النيه راه كاين. نعم. جاتني عاوتاني باش ندي بلاصه لفاس ومشيت عند السلطه وعتاتني، يكون منعتني باش ما نمشيش لفاس، ما غنمشيش لفاس. عاوتاني فاش غنمشي نربط مع استاد ماروكان يكون ما رخصوش ليا ما غاديش نمشي، فاش غادي لتماري يكون ما رخصوا ليا ما غاديش نمشي، لان هذه حاله الطوارئ. وكاينه لجنه ديال اليقظه اللي كتتبع المسائل هذه، والداخليه عندها تواصل مع المؤسسه ديالها، اكادير مع تارودان مع ولاد تيمه مع مكناس مع فاس. كاين واحد لو كورون اللي دايز بيناتهم، فين كاين البؤر فين ما كاينين، فين بزاف د الحوايج. انا واش غندخل المسائل ديال الداخليه نقول لهم لا حنا بخير وعلى خير؟ ذاك الحكم كيف قلت لك اللي غنتنقلوا فراداء محشومه، الا كنقولوا كنقلبوا باش نحترفوا. هو سي حميد بجا هو سمحتي لي هو اللي فهمنا دابا ان هاد الناس مكلفين بالبرمجه في المجموعه ديال الهوات او العصبه ديال الهوات، لا يهمهم الطريقه كيفاش غادي تنقلوا، ولكن تيهمهم هو المباراه خصها تلعب. اذا هنا كاين مجموعه ديال التساؤلات. انا كان خطاب ديال سيدنا الله ينصرو الملك محمد السادس، لان قال لك خصنا نحتاطوا مع هذا الوباء اللي كاين، هذا ماشي شي حاجه اللي سهله. ولا جينا السلطه كتقول لك ما تنقلش وانت كتحايل على السلطه وكتنقل، اذا هنا ولينا كنخرقوا القانون 200% ماشي 100%. يكون التزمنا، وذاك الخطاب اللي كان قال سيدنا في الاول ديال هذا الوباء والتزمنا وشدينا المحلات ديالنا، ما نكونوش في هذا المشكل اللي كاينين فيه حنا حاليا. اذا هذا هو اللي قلت سي حميد، سمحتي لي، هذا هو اللي شرط ليه، وانه الهدف هو ان هذه المباراه خصها تلعب. علاش؟ الله اعلم، رغم انه كاين قوه قاهره. بطبيعه الحال كاين قوه قاهره، يكون ما كانت القوه القاهره راه غادي نلعبوا، ما غنقلبوش على هذا الشيء كله. نعم. وانا الا خسرت بالكره ما عنديش مشكل، ما عاد الا كيقصدوا شباب هو باش يقطوها ولا هذاك مشكل اخر. ما حنا دابا كي قلت لك باقي لحد الساعه باقي كنتمناو الخير يكون، باقي كنتسناو السي فوزي يرجع على الصرامه ديالو والمعقول ديالو والصراحه ديالو، يعاود يراجع هذا الملف ويشوفوه ويعيطوا للسلطه. يعيط انا هضر مع فوزي القجاع مشكور، كان عيط له جاوبني تواصل معايا قال لك اودي انا غادي نشوف القرار ديالكم وغادي نشوفوا مع وزير الداخليه وغنباشر الملف بنفسي وغنرد لكم الخبر. لحد الساعه مازال ما كاينه حتى حاجه. ولكن في الترتيب العام فريق هواره يعني يغادر المجموعه الوطنيه للهوات حاليا مازال، الا رجعت لي المقابله ديال النادي المكناسي غيوليو عندي جوج ديال المقابلات. غير سي حميد، واش هذه المباراه صدق عليها ولا مازال؟ هي الاستئناف راه خرجات، الاستئناف حكمات. المباراه يعني واش دات مونوغاسيون ديال هذا الماتش هذا ولا مازال؟ مازال. اذا لحد الساعه راه ملي ما كاينش المصادقه، اذا راه الامور باقيه عاديه. المونوغاسيون مازال. صحيح. انا كنتمناو كي قلت لك حاجه الا ماشي حقنا، حنا ما بغيناهاش نخسروا بالكره نطيحوا بالكره، ما عندناش مشكل، ولكن باش نظلموا حشومه. وعلاش حشومه؟ لان التزمنا القرارات ديال السلطه. نعم. وحنا كي قلت لك في دوله الحق والقانون،
سي حميد البيجا، مشكورا أن وضحتي لنا شنو واقع بالضبط فريق شباب هوارة. اعتبرته ظلم وحيف حق فريق شباب هوارة أنه طبق القانون المعمول به في حالة الطوارئ الصحية ولم يغادر مدينة ولاد تيمة في اتجاه أكادير، ولكن يتفاجأ بأنه يعتبر يعني الفريق خاسر لأنه ما جاش أرضية الملعب. على العموم سي حميد البيجا، الجمهور ديال هوارة كيفاش تقبل هاد الأمور؟ الجمهور ديال هو راه ما تقبلوش شيء، لان كيف قلنا الا خسرنا بكره وهذا يمكن كل شيء كيتقبل، ولكن فاش كتكون مظلوم بحال هكذا راه ما يمكنش لك. جيد. لان بحال الا مقصودين، يمكن نقولها بحال الا مقصودين مهم. ومستهدفين باش الشباب هو راه تحيد من هذا القسم فاش هي كاينه وترجع للاول هو. سي حميد بيجا، كخلاصه لهذا الموسم بغض النظر على هذا المشكل حنا راه وضحناه معاك مشكورا، كيفاش مر الموسم؟ المشاكل التقنيه، واش كاين شي دعم بالنسبه لفريق شباب هوارة على مستوى الاقليم؟ بالنسبه للمشاكل الموسم دوزنا في بزاف ديال المشاكل وباقين فيهم حاليا، لان كان واحد الرئيس سابق اللي كان فاش خديت انا الفريق خديته نهار 22 12 2019. بقات لي مقابله ديال الدخله هي اللي جريت بوحدها، لقيت الفريق عنده 9 ديال النقاط. اذا الفريق راه لقيته في الانعاش بالمجهودات ديالنا وبالمجهود المدرب اللي كان سي مجدوب مشكور. انتدبنا تقريبا واحد 14 لاعب بالاختيار ديالو وقعوا معنا، ولكن يمكن نقولوا النتائج ما نصفتناش. كانوا لاعبين اللي في المستوى، جبنا لاعبين اللي يلعبوا في الدوزيام ديفيزيون في ليكسيلون في هذا البول هذا، ما جبناش بقل. ولكن للاسف يمكن فاش كنلقاو روسنا جات الجائحه ديال الكوفيد توقفنا عاوتاني، لان مشينا حتى الوقت فاش كنبغيو نديروا غير ماتش اميكال ما لقيناش. جا عندنا فريق من اجاكس تارودانت من تارودانت لولاد تيمه باش نديروا مقابله حبيه في ديك الوقت اللي ما كناش كنلعبوا. السلطه منعتنا كذلك باش ما نجريوش هذيك المقابله الحبيه رغم اننا في اقليم واحد، لان كنا كنقلبوا وهذيك اجاكس تارودانت كتلعب في العصبه. ما بغيناش نجيبوا فريق اللي في الهوات ولا في الدوزيام ديفيزيون، لان من اقليم لاقليم في هذه الجائحه وهذا ما كيخلوش المقابلات الرسميه، ما بالك نعم. مقابله حبيه. وجاو الناس ديال تارودانت وجاو حتى الملعب وجات السلطه منعتنا كذلك باش ما نجروش هذيك المقابله الحبيه. بالنسبه للدعم، واش كاين شي دعم من طرف المسؤولين ديال الاقليم تارودانت لفريق شباب هوارة؟ كاين شي دعم مادي، يعني امور اللي تعاون فريق شباب هوارة؟ بالنسبه للدعم حاليا ما كاين حتى حاجه. كاينه الجامعه الملكيه المغربيه مشكوره داكشي اللي كتعطي تحيدات فيها تقريبا واحد لاطرونش كلها حيدات، لان كاين اللي تيج ديال اللاعبين اللي قدام. البلديه مشكورين، عندنا كتربطنا معهم اتفاقيه ديال واحد 70 مليون في السنه، عطاونا فيها واحد لاطرونش ديال 35 مليون. الترونش الثانيه راه كيدبروا باش يدوزوا لها في اقرب وقت. هذيك الترونش هي كذلك ما استفدناش منها، حجز عليها الرئيس السابق، هي باقا في لابونك دير واحد الحجز على الحافله وكذلك على الكونت ديال الفريق، والمجموع ديال الحجز اللي هو 50 مليون. بالنسبه للمجلس غير سي حميد قبل ما نمشيو للمجلس البلدي، رجعوا معك للحافله. يعني حتى اخلاقيا يعني باش تحز على حافله فيها شويه ديال الضرر. متفق الانسان خصو يسترجع الاموال ديالو، ولكن الحافله هي رمز ديال الفريق. حشومه نشوفوا الحافله كذلك محجوز عليها. يعني واش ما كاينيش حكماء، ما كاينيش ناس يغيروا على الفريق يخلصوا هذاك الكريدي باش الفريق يسترجع الحافله ديالو؟ غير بالنسبه كنبغي نشكر واحد السيد في جهه تيوت كيتسال 16 مليون للفريق. تاريخ هذا ما عمره حجز على الفريق وماشي ابن المنطقه. ما بالك هذا اللي رئيس الفريق وولد المنطقه مشى حجز على الحافله وعلى الكونت ديال الفريق، وكيقول لك كيحب المنطقه وكيحب الفريق ديالو اللي هي شباب هوارة. هذه من جهه. فاش كنبغوا نشوفوا ذاك الحجز اللي دار خيالي اللي هي 50 مليون، انا الا غادي نعطيك لي كونسونطراسيون بشحال كيدوزو في لي زوتيل ما بين 5000 6000 درهم عام ديال المبيت ديال اللاعبين كيباتوا في لوتيل عنده 15 خطره في العام، لان عندنا 30 مقابله 15 كنلعبوها على برا و15 كنستقبلوا فيها. هذيك 15 اللي كيمشيو ولا غنديروا 5000 ولا 6000 درهم، يلا غادي بواحد 7 مليون ولا ندير سيدي انا 10000 درهم، جابت 15 مليون ماشي هي 50 مليون. دابا حاليا حنا راه باقيين في المحكمه، وانا اليوم في 9 الصباح كنت في المحكمه
التجاريه في اكادير على هذا الملف. كنطالبوا بدوك الفواتير اللي كانوا ديال نادي شباب هواره باش نعرفوا شنو اللي كاين ونشوفوا. الا كانوا انا فاش كان هو باقي حالي ديك الوقت قلت له المسائل اللي كتسنى نادي شباب هواره اللي هي معقوله حنا مستعدين باش نعطيوها لك ما نضيعوكش، ولكن اللي هي ما معقوله ما غنقبلها شيء، ما يمكنش باش تسجل عليا. السي حميد البيجا، بقات عندنا واحد 3 دقائق في هذه المتابعه معك. رسالتك في الاخير انت كمسؤول ديال فريق شباب هواره الاول، رسالتك للجمهور والمسؤولين ديال هذا الاقليم، اقليم تارودانت اللي كتنتمي ليه منطقه ولاد تيمه. رسالتي للجمهور، كاين جمهور اللي هو كيحب الفريق ديالو، عارف الخبايا ديال الفريق ديالو، من جمهور، من ناس لاعبين قدماء، من مسيرين قدماء اللي عندهم حب القميص. كاين واحد الجمهور اللي يمكن نقول البقره الحلوبه ما بقات شيء حاليا في العهد ديال حميد البيجا، ما يمكن شيء تكون. اللي كيحب الفريق ديالو وبغى يعطي اضافه يجي مرحبا به، نتعاونوا عليه مجموعين. هذا فريق ديال القبيله ديال هواره وديال مدينه ولاد تيمه، حنا مستعدين باش نتعاونوا مجموعين. كاين شي حد اللي بغى يجي ياخذ الفريق مرحبا، انا ماشي انسان ديال الكرسي. نبغي نحل واحد القوس، انا ما كنديرش السياسه بالفريق، انا عندي حب الفريق وكنبغي الفريق. وشي حد الا كيقول انا كندير السياسه يجي عندي وانا وياه نديروا التزام باش عمرنا ما نترشحوا في الانتخابات مع اي حزب، رغم ان هذاك حريتي ندير يمكن ندير السياسه ونمشي مع الحزب اللي سميتو. نعم. ولكن انا كنقول لك نهار المنبر هذا، واللي كيبغي الفريق يجي مرحبا. والناس الا ما بغاوش يعاونوا الفريق على الاقل شويه ديال السكات. والفريق الا طاح ماشي عيب، ماشي هي اكادير راه طاحت وعاودت تبنات ولا تحسن من كي كان. فلهذا الا عاودنا بنينا فريق ولا هذا راه ماشي مشكل، ماشي نهايه العالم. راه كاين واحد استاد ماروكان كنبغوا نهنيوها من نهار المنبر، راه تقريبا واحد 7 سنين ولا 8 سنين وهي كاينه في هذا البول هذا، وكانت في الدوزيام ديفيزيون، كانت في البريمير ديفيزيون في عمرها واحد 100 عام. نحاولوا نرموا البيت ديالنا بمنخرطين اللي هما معقولين، الجمهور اللي كيحب الفريق ديالو ومرحبا. ولا جا شي ونتحدى شي حد بغى شي معلومه ولا هذا يجي باش يبقاو يقولوا لا جاو يديو الفلوس ولا هذا، ما عندنا ما نديو. نعم. حنا دابا كنخسروا من عندنا. شي واحد دار نهار ديبلاسي الشاكات ديالو لي بيرسونيل اللي عمرت اللوطيل باش خلص اللوطيل، الا شي واحد عطانا شي حاجه واسترنا له لا يسرو يجي يقول لك انا عطيت لهذا الفريق وهاد الناس ما داروش التقرير المالي. نعم. إذا السي حميد البيجا رئيس فريق شباب هواره لكرة القدم، أكيد أنه كاين مجموعة ديال المعطيات أخرى إن شاء الله غنحاولوا نطرقوا لها معك، ريتما كذلك يتم يعني الحسم بشكل نهائي، رغم أنه كان هناك حكم أو الاستئناف بخصوص يعني المشكل اللي وقع لكم في المباراة كما ذكرتي السي حميد البيجا. ونتمنى إن شاء الله خيرا لفريق شباب هواره أنه يعد من أحد الأندية العريقة بإقليم تارودانت وبجهة سوس مسا. شكرا لك مرة أخرى سي حميد البيجا، وحظ موفق، وشكرا لك على التواصل معنا على راديو بلوس. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحصة اليوم من برنامج الشوط الخامس على شبكة راديو بلوس. الشكر في الأخير كذلك موجه لكل زملائنا التقنيين بمحطتنا الإذاعية مراكش، أكادير، أيضا قلميم ودنون، خريبكا، وكذلك محطتي فاس وأيضا الدار البيضاء. وشكرا لكل من تابعنا خلال هذه الحصة اليوم من البرنامج. الموعد يتجدد بكم مستمعينا الكرام يوم الاثنين القادم بداية من الساعة 8 مساء في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الشوط الخامس. وهذا شرف القبلي كان معكم في الإعداد والتقديم، يشكركم على المتابعة وإلى اللقاء. لأننا في راديو بلوس لا نعطي الخبر الرياضي فقط، بل نتعمق فيه بالتحليل